اسمع المصيبه دي بسرعه. بيقول لك يا صاحبي سنجلب عليكم اياما سوداء تطلبون فيها الموت ولا تجدوه. دي مش جمله من مسلسل رعب لحماده هلال، ولا رساله من حبيب مفقوع من خطيبته اللي خانته مع عم سيد. دي رساله واتساب جماعيه بعتها الحرس الثوري الايراني لكل اللي في ملاجئ تل انابيب. بيب بيب يعني وهم قاعدين في الملاجئ لا بيهم ولا عليهم وقاعدين مستنيين الصاروخ، جالهم التنبيه بالرساله ان الايام اللي جايه سودا ومنيله ب60 نيله يا زنبال. تخيل الرعب اللي هم فيه. يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين بنهزر كده مع بعض، الحرس الثوري مطلع بيان رقيق بيقول لماما امريخا يا نينا اخلي كل مصانعك في الشرق الاوسط يا نينا علشان مش عايزين حد يتخربق يا نينا. وحذروا حبايبنا في الخليج ان هم يبعدوا عن اي حد ريحته امريكاني، زي ما احنا كده في مصر بنبعد عن الريحه الضاني. وبالفعل يا باشا الضرب اشتغل. دم تتا تا دم تتا دم تتا تا دم تا بوم. اشتغلوا بقى ودوروا الضرب في كل حته منهم لله. مواني في الامارات، مطار الكويت، وحتى فرع سيتي بنك في دبي خد نصيبه وقفل. جاب ظرفها قفلها بالضبه والمفتاح. الموضوع قلب بابجي رسمي فهمي نظمي، والميادين بقت كلها اهداف مشروعه، وميناء الفجيره بيمسي على الحبايب. وفي وسط المعجنه دي يطلع الحاج ابو حنان البرتقالي بباروكته الصفرة اللذيذه ويقول لك احنا مسحنا 100% من قوه ايران. يا اخي كتفهم يلا، هو الكلام بفلوس يا راجل؟ ده انت لو مسحتهم بكوريكتور مش هيختفوا بالسرعه دي. طب بذمتك يا حاج ابو حنان لو هم اتمسحوا، الصواريخ اللي بتمطر على دماغ اسرائيل واللي بتمطر على القواعد بتاعتك طالعه منين؟ دي من فرن بلدي جايه لك هديه في عيد الحب في الفالنتاين. امك واكله بيض وحبت تمسي عليك بالبومب بتاعها. ده المسؤولين الاسرائيليين نفسهم بيقولوا الحرب في اليوم ال15 بقت بتسخن ونار يا حبيبي نار. تقوم انت تضحك عليا انا وتقول لي مسحنا 100%؟ انت بتثبتنا ولا بتثبت نفسك؟ خد بقى الارقام دي اللي وول ستريت جورنال ورويترز بيقولوها، مش انا، عشان ما حدش يقول عليا انا مؤلف قصص قصيره. مامتك اسمها سميره. مضيق هرمز مقفول بالضبه والمفتاح. ايران قاعده هناك بالزوارق الصغيره الفلوكه ومتحكمه بقى مين يعدي ومين يتروق عليه. قاعدين في الفلوكه كده وبيصطادوا سمك شبار من الصغير ومنهم جوابي كده صغير، واي سفينه مش على مزاجهم تعدي يولعوا فيها ويشووا السمك عليها. وكل ده حصل ليه؟ بعد ما دمروا حته كبيره من الاسطول الايراني. يعني بقى نظام المركب اللي تودي العمى بقى التكنولوجي. دمروا رادارات في قطر وفي الكويت وفي الامارات بقد ايه؟ ب4 مليار دولار. عارف يعني ايه 4 مليار دولار؟ يعني أنظمة التحذير الأمريكية جالها مية بيضة على عينيها. والكوميديا بقى إن اللي عمل كده درونز انتحارية. الغراب اللي بيعدي ده بقد إيه؟ ب30,000 دولار. يا بلاش. وعليها كيس فشار هديه عشان تاكل فشار وتتفرج عليه وهي بتمسي على ابو حنان وعلى اسرائيل. يعني بوشار طير تكنولوجيا بمليارات. صيد الصقور بقى وقعوا اكتر من 100 مسيره، والاف 15 بقت بتدلدل من السما في الكويت. ده غير طياره تموين الوقود اللي وقعت في العراق. يعني امريكا بقت بتمول الارض بنزين اكتر ما بتمول الطيارات. والست ابراهام الله يمسيها بالخير حامله الطائرات ابراهام لينكولن اللي هي فخر العسكريه. صوتي يا وليه. خدت كام قلم بمسيرات ايرانيه وقررت تلم عزلها وتنسحب عشان العين وحشه برضه فشخت الحجر. والسيناتور كريس ميرفي نزل تويته كده على اكس غسل فيها بكرامه ابو حنان الارض. قال له انت لبست في الحيطه يا ريس، كنت فاكر ان ايران هترفع الرايه في 3 ايام؟ ادي المنطقه ولعت وما عندكش خطه جيم ولا دال حتى علشان تفتح بيها مضيق هرمز. ايران عندها جيش زي النحل من المسيرات والالغام، مش هتعرف تخلص عليهم لو قعدت تضرب فيها من هنا ل 2030. اما بقى الجماعه الحلوين الكتاكيت بتوع اسرائيل بتنتصر، ده تقول له كتف امك على طول. ففلاديمير بلياك الراجل الكونياك عضو الكنيست بتاعهم فضح المستور ورد على بيبيه النتن. قال له انتصار ايه يا ابو شخه؟ ده احنا عندنا 2000 قتيل وعشرات الالاف من المصابين والنازحين. يعني الصواريخ ما قتلتش 8 اشخاص بس زي ما الاعلام العبري العره بتاعنا بيقول. لا يا حبيبي ده الحساب طلع تقيل قوي، والواقع مرار طافخ مرار طافخ حبيبي. احنا مفسوخين، احنا متفرتكين، احنا طالع كوكوكو
ابوكو ابونا يخرق ميتيز اللي جابك نتن خمار. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده هيخلي بقى محبين العم سام الامريخي يجي لهم تشنجات في البروستاتا ويقولوا لك اشاعات، مع ان التقارير من قلب بيتهم. عموما انا خلصت ضميري وقلت لكم على اللي فيها علشان الناس اياهم تفوق وتبقى في الصوره وما يضحكش عليهم بكلمتين بروباجندا. شيروا بقى الفيديو بقى عشان الناس اياهم البعدة تفوق وتعرف السواد اللي هم فيه. وما تنسوش في الايام المفترجه دي ندعي لجيشنا العظيم الشريف بالنصر والثبات. اللي بيحب جيش مصر يسمعني في الكومنتات تحيا مصر وشيروها له.